ولذلك يا إخوان هذه مسألة خطيرة جدا، مسألة غفلة الآباء عن أبنائهم إذا بلغوا. كثير من الآباء ما يبالي بهذه المسألة، يعني يكون الولد بالغ، البنت بالغة، ما يهتم، يكذب، ما يصلي، يعني ربما يذهب إلى كذا، يقول عاد صغير. لا، القلم قد جرى على هذا. ولذلك والله نحزن عندما يموت مثلا يعني شاب عمره مثلا 15 سنة 16 سنة على ترك الصلاة، وما وجد من يقول له أنت الآن مسؤول أمام الله، أنت الآن مسؤول أمام الله، القلم قد جرى عليك، فأنت لست بمعذور ولست بالطفل. ولأن كثير من الناس تأثروا بما عليه الكفار. الكفار عندهم أنه إذا بلغ 18 سنة هذا هو المسؤول، والبنت يعني لابد 21 سنة، وهكذا. هذا إخواني في الله من الخطأ. لذلك تجد بعض الناس اليوم يقتل الشاب فيقولون هذا قاصر. كم عمره؟ قالوا 18 سنة إلا شهرين. يا أخي هذا في الشرع محاسب، هذا غير قاصر، هذا بالغ، هذا محاسب بلا خلاف بين العلماء. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من أنظمة الكافرة. ونحن نسأل هؤلاء لماذا 18 سنة؟ لماذا ما يكون 30؟ ولماذا ما يكون 20؟ يعني ما تجعلون هذا؟ ما عندهم جواب إلا أن القوانين التي أتت من بلاد الكفار تنص على هذا. ما عندهم جواب، ما يستطيعون يقولون هذا السن هو سن النبوغ، سن كذا، ما هذا كلام غير موجود. ما عندهم إلا أن يقولوا نحن تشبهنا وفعلنا ما فعله هؤلاء الأنظمة الكافرة في هذا الباب فقط. ما عندهم جواب إلا هذا، أنهم يفعلون ويقولون ما كان عند الكفار. أما في الشرع فإذا بلغ فهو مسؤول ويجري عليه القلم. رفع القلم عن 3 وذكر عن الصغير حتى يحتلم. إذا بلغ الصغير فهو يجري عليه القلم، مسؤول. ولذلك على الآباء الاهتمام بأبنائهم وعدم الغفلة عن هذا الباب. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.